الله والصلاة والسلام على رسول الله. الإخوة المغاربة، غنتكلموا على قناة الجزيرة، قناة الخنزيرة اللي تقريبا 5 سنين أو 6 سنين هادي، اللي ما بغاتش تحشم، ما بغاتش تبدل السيستم، ما بغاتش تبدل التوجه ديالها. عندها هدف وحيد وأوحد، ألا وهو تقسيم خريطة المملكة المغربية الشريفة قطعتين. من أول الزمن فيما نشوف قناة الجزيرة في أي روبورتاج، في أي برنامج، في أي وثائقي، كتجبر المملكة المغربية الشريفة مقسومة على جوج. ما فهمتش أنا واش هما عندهم الشك، واش القناة كاملة جزائرية يعني ماشي قطرية، حيت هي فعلا المدير كبير ديالها ديال قناة الجزيرة جزائري، والموظفين تقريبا كبار اللي فيها منهم ديك حفيظ الدراجي ديال الكرة كاملين جزائريين. يعني ملي كيكون المدير هو جزائري، مسألة طبيعية أن الخريطة تقسم على جوج. ولكن فين هو أمير قطر، دويلة قطر؟ فين هو تميم ولد مزة؟ هو يعني باقي صغير أصلا. يقدر يكون زعما العقلية ديالو هذاك باقا طفلة متطفلة، ما نعرف. حيت أنا داكشي اللي كنظن، كون كان كبير راجل واعي ما كانش يخلي القناة ديالو تقريبا 7 سنوات وهي كضرب في المملكة المغربية الشريفة. وعاد سيدنا الله ينصره، والحكومة ديالنا الدولة ديالنا ما عندها حتى شي مشكل مع قطر، بالعكس علاقات طيبة أخوية. كانوا شدوا عليهم، عملوا عليهم الحصار دول الخليج، كانوا بقوا بالجوع وبالعطش. المملكة المغربية الشريفة على رأسها سيدنا أمير المؤمنين، هاز الطيارة خاصة ديالو، والطيارة عامرة بالمأكل والمشرب وبجميع المنتجات اللي كيحتاجها بني آدم، وداها لقطر ومشى شخصيا. ومعروفة ديك التصويرة اللي عنده: أنتم لكم العالم ونحن لنا قطر. هادي سيدنا كان عاملة في بوفندا مصور بها: أنتم لكم العالم ونحن لنا قطر. يعني سيدنا الله ينصره وهما في عز الحصار والدول الخليج كاملة شد عليهم، مشى شخصيا لقطر ودا الماكلة والشراب، وقال لهم: انتم نخلي لكم العالم وانا خليو لي غير قطر. شني الرد الجميل ديالو، شني الرد الفعل ديالو من ديك الساعة. وهما مقسمين المملكة المغربية الشريفة على جوج. تحير تفتش على السبب، والله حتى تحير. السبب اللي معروف أنا قلتكم، وهو أن القناة كاملة جزائرية. هادي أنا متأكد منه، ماشي أنا، يعني راه المعلومات وموجودين. أنا كنقول لكم على مثال غير حفيظ الدراجي والمدير ديال قناة الجزيرة معروفين جزائريين. المشكلة هي تميم ولد مزة، فين هو؟ واش ما كاينش؟ واش زعما ما كيردش بال؟ زعما ما كيشوفش؟ نقولوا مرة جوج ثلاثة 10 عام، راه 7 سنين. أنا اللي كنعقل غير أنا 7 سنين ملي تشهرت قناة الجزيرة في الطوب ديالها كانت كتقسم المملكة على جوج، وباقي لي حد الساعة. والمشكلة حنا ملي كنبغيو نتكلموا بالخايب على قطر، المملكة ديالنا سيدنا الله ينصرو ما عندوش معاهم مشاكل. شني كتبقى هي أمير دويلة قطر اللي حاب ما قباه باش يدي هو السلطة. باقي صغير، يمكن العقلية ديالو حنا قلنا يكون باقي صغير، هو ما نعرف، يكون باقي يعني تميم ولد مزة يمكن. يعني ما بحال اللي يقول لك ديك المثل: السحور مع العواول كيفطر. يعني الا عملتي بالديالك ديالك مع واحد الطفل صغير كيحكم دويله مدينه، وتتعامل معاه نتينا عندك دوله عندها 14 قرن حضاره وتاريخ ملكيه ابا عن جد، بصح وتعاند مع واحد دويله قد مدينه كيحكم امير العيل باقي صغير اسمه تميم ولد مزه، يمكن تقدر تطيح بالقيمه والهيبه ديال الدوله ديالك. هادشي كنظن ان الدوله ديالنا ما كتعاطاش معاه. هذا والله العظيم الاخوه، لا اقتنعت بهذا السبب هذا. هذا اقتنعت به، حيت حشومه حشومه. المملكه المغربيه الشريفه تتعاطى مع مدينه قطر كيحكمها طفل اسمه تميم ولد مزه. ان مستحيل. لا هادشي هذا ان مستحيل الاخوه صراحه. الصراحه الله الاخوان تعيط صبح. دابا يلا 24 ساعه باش ننزلوا هاد الخريطه هادي. وحنا اول حاجه حنا مسلمين، ثاني حاجه حنا يعني اعراب امازيغ مع بعضياتنا، هادوك ما محسوبينش علينا. هادوك القرب، كاين العرب كاين الامازيغ وكاين القرب، هادوك محسوبين على قريش.
كنقولوا زعما نتعاملوا معاهم، يعني كيشهدوا بلا اله الا الله محمد رسول الله، الدين الاسلامي بجمعنا، والرسول صلى الله عليه وسلم وصى بسابع جار، يعني واخا بعادين كتسموا مسابع جار، ولكن بغيتينا تبقى يوميا يوميا روبورتاج، برنامج وثائقي، فيلم، روايه، مسلسل. المملكه المغربيه مقسمه على جوج، وما يمكنش هادشي هذا، حيت فعلا كي كانت مقسمه ما يبقاش فينا الحال. وانا طنجاوي من طنجة للقويره، مشيت للصحراء ولله الحمد ما وقفني حتى شي واحد ما قال لي لا اري فيزا، لا اري باسابورتي، لا. بغيتي نمشي في الطياره نمشي في الطياره، بغيتي نمشي في الكر نمشي في الكر، انتينا في العيون والداخله. الصلاة على النبي، علاش كتقسم لي بلادي على جوج؟ انا شني طالب مني مثلا؟ انا قلت لك حنا مادام دوله كبيره وعندها تاريخ عريق، راه ما نتعاطاوش مع مدينه كيحكمها شاب صغير اسمه تميم ولد مزه. ما يمكنش، مستحيل، مستحيل. ولهذا الاخوان، قناه الجزيره بغيتو تبقاو تتفرجوا فيها، هذاك الشيء كيبقى الشغل ديالكم، ولكن زعما من الاحسن ومن الافضل مقاطعون الاخوان، هذه هي الحاجه اللي خصنا نقولوا عليها، مقاطعون، نعملوا عليها هاشتاغ. ما يمكنش واحد القناه هذه مده وزمان وهي كتقطع لك في بلادك، وانتينا كتزيد عاد تفرج فيها وتزيد تخلص الكارطة وتزيد تدخل اشتراك على قلة القنوات. واخا نتفرج في الألمانية، نتفرج في تشينو، شي تشينو مذيع يكون تشينو، اقسم بالله وما نتفرج في قناة الجزيرة. شني عتتني قناة اوب تحافي الدراجي على زين ديك عقلية كرغولية. شتي الجزيرة عقلية كرغولية، كيكون شي حدث شي دولة خصهم يترشوها. قطر معروفة فحال الجزائر، هي بجوج بيهم وزيد عليهم ايران وتركيا، دم واحد عرق واحد، تشتيت وتفتيت الدول الاسلامية واغتصاب وما الى ذلك. اما تقول لي الرحمة والعطف والمودة والاخوة وحسن الجوار، لا 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 لا. هاد أربعة الدول، إيران، قطر، تركيا والجزائر، سرطان الدول العربية والإفريقية الإسلامية والأمازيغية.